كل الناس اللي بتبعت بتبقى شايفة البير بس، كل بس. الناس اللي عندها مشكلة شايفين البير وشايفين الضلمة اللي عاشوا فيها وشايفين قد إيه إن هم حصل لهم ظلم، بس الأمل ده هنجيبه منين؟ خطة ربنا. أيوة، خطة ربنا ما دي هي دي خطة هتوصل لي ربنا. إزاي؟ لازم يبقى عندي يقين، لازم يبقى عندي عارفة إن كل الأحداث وكل الظلم وكل التجارب اللي بتمر عليا في حياتي دي رسالة. ممكن أخدها إن أنا اتوجعت واتقهرت وأعيش دور الضحية، وممكن أخدها طب ربنا إيه حكمته في إن أنا مثلا حد يظلمني، أحس في وقت إن أنا لوحدي. طب ليه ربنا عايزني لوحدي؟ هل ربنا بيبقى عايزنا لوحدنا؟ لا طبعًا، ما فيش حد يبقى عايزه لوحده، وما حدش يعرف يعيش لوحده أصلًا. بالعكس، أنا عندي فكر تاني خالص. أنا عندي فكر إن ربنا عايزنا لوحدنا، إمم. ربنا عايزنا نتعلق بيه هو بس. فأوقات بيخلينا نتجرد من أهلنا،